السلام عليكم. في العصر الجاهلي كان هنالك شاعر يدعى طرفة بن العبد، وهو صاحب المعلقة الشهيرة لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وفيها قصة جميلة، وهي أن طرفة كان له أخ اسمه معبد، وابن عم اسمه مالك. وكان مالك قد سرق حمولة معبد من الجمال، فطالب طرفة بحق أخيه معبد، وكان يسأل ابن عمه مالكا عن الجمال، وكلما سأله صد عنه مالكا وأبعد. فكتب في ذلك يقول: فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدني على غير شيء قلته، غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. يذكر هنا أن ظلم الأقارب أشد عليه من وقع السيف على رقبته. وفي القصيدة الكثير من أبيات الحكمة، ومنها: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد.